الظاهر كده احنا داخلين زي السنتين ثلاثه اللي فاتوا، المهاجم جاي، لا هنسيبه في يناير، لا هنخش الميركاتو الصيفي، وللاسف اداره النادي الاهلي مش قادره تجيب صفقات. طيب انا مش عارف يعني امير توفيق هيشتغل ولا لا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد، فيديو مهم جدا، والنهارده كلام هيكون قاسي شويه على النادي الاهلي، مش مساله دعم بس، لا تعالى نبص كده نخش في الموضوع. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، ونبدا كده تشير الفيديو ده لاكبر عدد مشاهدين، ونبدا كده ونقول على بركه الله. النادي الاهلي النهارده بتتكلم ان في مغالاه بشكتاش التركي على مغالاه موليكا، بيبدا النهارده يزود العرض لان دخل نادي يوناني فزودوا العرض على النادي الاهلي، وصل ل 8 مليون دولار. ليه؟ لان النادي اليوناني زي ما احنا قلنا قبل كده في فيديوهات ان هيخش السرعه في الاداء. حسام غالي وخالد مرتجي اللي ما عرفوش يخلصوا صفقه موليكا، وبعض المشاكل الماديه او بعض الدلع الاداري، لان احنا مش هنتكلم على موليكا النهارده. نصبح الصبح يجي الاعلام كله يوجهنا على سوزا ويتكلموا ان مارسيل كولر عنده. يا جماعه كولر عاوز اداره النادي الاهلي، او معنى اصح عاوز منظومه قويه جدا من الناس اللي هو جايبها ومن الاجهزه الحديثه اللي بتطور اما الحراس اما اللاعبين اما حتى الوقوع في التسلل. واتكلمنا في الفيديوهات دي قبل كده عشان ما لسه ما نتكلمش كتير. تعالى بس نروح كده على الصفقات اللي النادي الاهلي بيتكلم عنها ومش عارف يخلصها. تعالى صفقه موليكا. سوزا اولا من كولر كان ممكن الاختيار الرابع او الخامس عشان ما فيش حد يتكلم ويزايد على مارسيل كولر ويدعما لمارسيل كولر من جماهير النادي الاهلي، لان بعض الاعلاميين اليوتيوبر اللي بيتواجدوا في محسوبين على النادي الاهلي بيتكلموا على ان سوزا مصر عليه ومش عاوز موليكا. لا مش عاوز ايه موليكا يا جماعه، كان اختيار مهم جدا لمارسيل كولر. سوزا لما الاختيارات دي وقعت اتكلموا عنه، وحاليا سوزا هينتهي في شهر 6 الجاي، فالنادي الاهلي ممكن يجيبه بالمجان في شهر 1 يناير القادم. فانت بتتكلم بقى على حاجات غريبه جدا. انا داخل سخن جدا على الصفقات بتاعت النادي الاهلي، وهنتكلم في اخر الفيديو عن شيء تاني. هنتكلم على قرعه النادي الاهلي في كاس السوبر ليج الافريقي، وهنتكلم على كاس العالم الانديه، بس خصوصا في ملف اللي بيحاولوا بقدر الامكان الناس كده موجهه على الموضوع لمارسيل كولر، ان مارسيل كولر هو اللي موقف الصفقه عشان سوزا. مارسيل كولر مش مهتم بسوزا اكتر ما مهتم بموليكا، وللاسف اتعرض من وكيل لاعب ازارو على النادي الاهلي كمان انه يروح اداره النادي الاهلي او مارسيل كولر. ومارسيل كولر مبدئيا كده اتكلم عن وليد ازارو، لان الراجل مهاجم جايب لغايه دلوقتي ممكن 6 أو 8 اهداف وهو في وسط الدوري. فلما اتكلموا عنه طيب شخصيه اللاعب ايه، لان مهم جدا ان مارسيل كولر بيشوف مسؤوليه اللاعب او شخصيته. اتكلموا عنه في اطار كويس، انه واستغرب انه كان في النادي الاهلي وباعوا ازارو المحترف في عمان، سلطنه عمان. الوقت انت بتتكلم ان سعره 2 مليون دولار في لاعب عمره برضه متقدم. عندنا كمان ان لجنه التخطيط في النادي الاهلي رافضه ان ازارو يجي، لان هيبقى في انقسام ما بين الجماهير ما بين ازارو. كان هنا لا ما ينفعش، لا ينفع، لا ما ينفعش. والانقسام اللي حصل ما بين سوزا وموليكا والكلام اللي بيحصل ما بين الجمهور النادي الاهلي دلوقتي، احنا ما احناش عارفين احنا واصلين لفين، لان للاسف عندنا ملفات مهمه جدا المفروض نخلصها. وبعض الاقاويل او الاشاعات اللي بتحاول تحطم النادي الاهلي ويتحطم مارسيل كولر، زي ما احنا شفنا الكابتن احمد شوبير اللي بيتكلم برضو تاني على سوزا. ابراهيم المنيسي في قناته على اليوتيوب ومحسوب على النادي الاهلي بيتكلم ان ملفات المهاجمين اتعرض على مارسيل كولر 50 مهاجم، وهو مصمم برضو على سوزا. انا من الشايف في تصميم على سوزا، واحنا اتكلمنا كمان ان مدرب الفريق الكوري رافض ان سوزا يمشي وبيعتمد عليه في الايام الجايه. احنا بنتكلم وبنزايد على مارسيل كولر ليه؟ احنا عاوزين مهاجم من الطراز الثقيل او العيار الثقيل عفوا. احنا عاوزين مهاجم يقدر يشيل النادي الاهلي، وخصوصا انت جاي لك مباراه قويه جدا وفلوس. انت بتتكلم ان ممكن يخش النادي الاهلي السنه دي ممكن اكتر من 10 15 20 مليون دولار حاليا. انت بتتكلم في بطولات ممكن النادي الاهلي ياخدها. انت بتتكلم البطوله الافريقيه اللي وصل العائد المادي فيها ل 11 و600 مليون دولار، ممكن الاهلي لو فاز بها ياخد 11 600 مليون دولار، يعني ما يقارب ال 12
مليون دولار. بتتكلم في كاس العالم للانديه دخولك بس اول مباراه مليون، وانت لو خدت مركز او المراكز الاوائل ممكن تاخد لك 2 3 مليون كمان. فالعائد المادي ممكن يجي لنا بقوه جدا للنادي الاهلي. فاحنا بنتكلم في حاجات عفوا المهاجمين عاوزين مهاجمين بقدر النادي الاهلي وبقدر الفانيلا الحمراء، بس عشان اللي بيزايد على مارسيل كولر وهو حابب المكان اللي موجود فيه. وكان بيقول ايه، كولر كان يمتلك عرضا بمبلغ مالي كبير جدا في الدوري السعودي، وكان هذا النادي يرغب في توقيع العقود خلال 48 ساعه، ولكن كولر رفض العرض، وهو الامر الذي احزنني الآن لأن الفرق كبير جدا، المبلغ قوي جدا من الناحية المالية بين العرض السعودي وعرض النادي الأهلي. ولكن مارسيل كولر ما اداش أهمية للعرض المالي، وقال أنا فرحان في النادي الأهلي، وكمان سعيد جدا بتواجدي في النادي الأهلي، فرحان بالجمهور وفرحان بالاثاره والمتعه. انت بتتكلم في نادي قوي جدا، الراجل ساب مبالغ قويه جدا عشان النادي الاهلي. جايين احنا نتكلم في ايه؟ بنتكلم كمان، تعالى شوف بس عشان انت بتشوف قدر النادي الاهلي اللي انتوا بتحاولوا تجيبوا مهاجم تعبان. بنتكلم جمال عبد الحميد بيقول ليعقوب السعدي انت منحاز جدا للنادي الاهلي رغم ان الزمالك هو نادي القرن الحقيقي ويجب ان تكون منصف. يعقوب السعدي بيرد عليه، شوف قدر النادي الاهلي عند اخواننا العرب وعند الافارقه وعند للاسف قدر النادي الاهلي ليس في مصر، قدر النادي الاهلي عالميا. شوف الفيفا، شوف جميع الانديه العالميه بتتكلم عن النادي الاهلي ازاي. يعقوب السعدي بيرد على جمال عبد الحميد بيقول نادي القرن الحقيقي هو النادي الاهلي. ما بنحسش ملخص الكلام الا دايما للفريق الافضل او للافضل والاكبر والانجح، والاهلي فيه كل هذه المميزات وبشهاده الجميع في العرب وافريقيا ومصر الا مسؤولي نادي الزمالك. وده الواقع اللي احنا بنتكلم عليه. احنا بنتكلم فيه يا جماعه، الناس كلها بتتكلم وانت مازال اداره النادي الاهلي عاوزه تجيب لنا صفقه سوزا وغير سوزا وجون ابوكا، وعاوزين يجيبوا لنا صفقات للاسف مش كويسه. تعالى حتى قناه نادي الزمالك، خالد الغندور اللي طالع على قناه الزمالك برضه بيتكلم، حماد عبد اللطيف الراجل المحترم اللي بيتكلم بانحياديه، والراجل ده محترم جدا يا جماعه. حتى كان تصريحاته دايما بتكون في منتهى الامانه المهنيه والرياضيه، راجل على خلق. خالد الغندور بيقول له قمه الظلم ان الاهلي بياخد مليار و200 مليون والزمالك بياخد 400 مليون بس. فانت بتتكلم ايه يا جماعه؟ بنتكلم ان النادي الاهلي واخد القيمه التسويقيه الاعلى. فخالد الغندور بيقول لك منتهى الظلم. احمد عبد اللطيف بيقول ايه يا جماعه؟ طبيعي الاهلي ياخد الاكثر لانه الاكثر تتويجا بالبطولات المحليه والافريقيه. خالد الغندور لفته كده بندقه الزغنططه ده وراح قال له بس الزمالك بقاله سنتين رقم واحد في مصر. فحماد عبد اللطيف بيقول له ما الاهلي بقاله سنين طويله رقم واحد. خالد الغندور طيب ازاي انافس؟ وكره القدم عباره عن فلوس، ما الطبيعي اخد بطوله كل 4 سنين من الاهلي. حماد عبد اللطيف برضه هو حاول يزنقه، بس حماد عبد اللطيف قال له احنا لو بنشتغل صح هنصرف ال 400 مليون احسن من المليار. الراجل بيتكلم صح. انتوا بتحاولوا بتقللوا من نادي الزمالك لانكم انتوا بتبصوا بس على النادي الاهلي، لا النادي القرن لا بياخد فلوس اكتر، لا 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 انت اشتغل على قد امشيتك، انجح وحاول الناس او معنى صح اصنع مشاهده للعالم كله وعرفهم انك انت شغال صح. ما تحطش نفسك في خانه دايما جنب النادي الاهلي او جنب اي حد. فرجعوا على الدوري السعودي، فرجعوا على اللي بيحصل في الدوري السعودي، فرجعوا على القمه هناك. النادي الاهلي مش اقل، بنلعب على قد امشتنا، بس امشتنا الوقت حاليا تقدر تجيب لنا وتقدر تشتغل بيها بشكل كويس جدا. مش عاوزين ان كل شويه اداره النادي الاهلي تاخدنا في سكه وبعد كده تفصلنا وترجعنا كمان خطوتين 3 لورا. النادي الاهلي بجمهوره باحترامه شيء من الخيال. شوف الكابتن محمد ابو تريكه بيقول لك مجد تاريخ النادي الاهلي من الجمهور. احنا دايما ورا النادي الاهلي واحنا بنساند وبنساعد، بس انا شايف في سلبيه كبيره جدا حاليا من اداره النادي الاهلي في الصفقه. بقى لنا 3 سنوات يا جماعه في صفقه النادي الاهلي، كل شويه واحد جاي رايح، واحد رايح جاي واحد. انا مش هقدر اتكلم اكتر من كده، وده اللي يقدر اقوله في اخر الفيديو. اقدر اتكلم واقول على اداره النادي الاهلي تشوف واحد تاني زي عادل القيعي تاني يمسك الصفقات، وواحد زي هيثم العرابي لما كان شغال الراجل كان كويس، هو اللي جاب لنا ابونا وجاب ازارو وجاب مهاجمين كويسين جدا. امير توفيق ليس بالثقل، ولما يخش اداره النادي الاهلي هتبص برضه على الماده. احنا عاوزين حد عينه كويسه جدا يقدر من افريقيا فيها مهاجمين قويين جدا. موليكا ده قبل ما يطلع من سيمبا كان مهاجم قوي جدا
جدا، وكان معروض على النادي الاهلي وللاسف النادي الاهلي سابه، وكان ممكن يجي بارخص من كده. اشوفكم على خير وطاب مساءكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.